السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. اخباركم ايه؟ طبعا بعتذر جدا جدا عن تنزيل الفيديوهات الفترة اللي فاتت، بس الحمد لله طبعا كلنا عارفين ضغط اليومين دول. بس عايزه اقول لكم الروتين ده كنت مصوراه يعني بقالي يومين، بس ما كنتش عارفة انزله. الحمد لله. يعني عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي حرفيا كل ده متشال، يعني اللي هو بقى فرش الانتريه والحافظه وكل ده الحمد لله بقى، وغسيل السجاد. فالحمد لله يعني ربنا يا رب يدينا الصحه ويجعله يا رب كده عيد سعيد علينا كلنا. كل سنه وانتم طيبين. بص بقى، انا هنا كنت ايه قلت كده قبل ما اشيل السجاد والدنيا دي، كنت عايزه بقى اروق كده ترويقه، يعني ايه اللي هو العادي او الطبيعي بتاعنا. فقلت ايه كده، مسكت على الارج كده برضو، قلت يعني ايه اديله تنفيضه وترويقه ويعني حاجات كده ايه خفيفه. بس عايزه اقولك الروتين ده هيشجعك جدا جدا، ولو في حاجه لسه مخلصتهاش هتقومي تخلصيها على طول. يعني حرفيا كده ما اقولكمش يعني. وعايزه اقول لكم بقى ان فرش رمضان ده هيوحشني جدا 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 جدا. يعني بصوا، عايزه اقول لكم رمضان طار السنه دي، مش هقول لكم جري بس كده، لا يعني حرفيا محسناش بيه. فالحمد لله. بس يا رب كده نطلع منه كده كلنا واحنا مجبورين الخاطر كده، ويجعله كده ان شاء الله كده مغفرة لينا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. بص بقى، انا هنا كنت بدأت الفيديو بتاعي، كان عندي بقى شوية غسيل، يعني ايه يعني مش كتير زي ما انتم شايفين كده. كنت مطبقة برضو الغسيل، فقلت لا هفتح معاكم الكاميرا وابدا كده ايه، يعني نشوف بقى كده اللي ورانا، ونبدا بقى ايه نظبط بقى الهدوم دي. هدوم بقى كانت عايزه تتعلق، فجبت الشماعات كده قلت ايه اعلقها معاكم. وكان في بقى اللي هو ايه، كان بصوا فيه شويه يعني ملايات بشاكير اللي هي الفوط والحاجات دي، والشرابات برضو. فكان تمام يعني ايه اللي هي حاجات كده عايزه تتظبط، فتمام يعني ايه ظبطت الحمد لله كله. والعبايات برضو بتاعت الخروج، يعني علقت الحمد لله الهدوم اللي عايز تتعلق، وطبقت اللي عايز يتطبق، لان انا مشكلتي كلها في تطبيق الغسيل يا جماعه. عارفين بحس ان انا ايه يعني ايه، تمام اديني غسيل اغسل او انشر والم وتمام. تطبيق الغسيل سبحان الله، يعني عارفين اللي هي ايه، ما بتكملش مع كله، معرفش مين زيي. بس انا كده يعني اغسل الغسيل على الغسالة العادية كمان، شوفوا يعني اللي هي ممكن تتعب. بس تمام يعني اغسل على الغسالة العادية وانشر والم. بس اجي عند التطبيق ما معرفش ليه ما بستهوهوش كده، ما بيجيليش مزاج ليه، او بحس ان انا مقريفة منه. بس الحمد لله يعني تمام برضو. لازم يتعمل، يعني لازم يتعمل، فنعمله اول باول كده بدل ما يعني ايه يكتر علينا، والموضوع يبقى اتقل اكتر واكتر. فالحمد لله. وعايزه اقول لكم الموضوع بتاع الغسيل ده عامل زي المواعين كده، بيتكاثر ذاتيا. فالحمد لله يعني ايه الواحد كده بيحاول كده يخلصه اول باول، عشان لما بيبقى كتير بتحسوا ان الموضوع لا بيبقى اتقل اكتر، ما بحس ان انا لا مخنوقه منه اكتر. فالحمد لله يعني. فخلاص بقى كده، ولميت الشرابات وكله، قلت ايه هبدأ بقى كده ادي تنفيضة كده للانتريه و... وللمخدات بتاعته كده، واحاول اظبطه. يعني بصوا ان شاء الله ايه، يعني يبقى روتين حلو كده وهيعجبكم وهتستفادوا منه جدا يعني. بس عايزه اقول لكم بقى، انا دلوقتي الحمد لله النهارده شلت بقى فرش الانتريه ده خالص، وغسلته الحمد لله. وكان ايه يعني كان ما شاء الله يعني، بس ما عرفتش اصور معاكم بصراحه. انتوا عارفين ضغط رمضان والوقفه بتاعته كده، فكان غصب عني مع تعب جوزي وكده. يا رب يا رب حق الايام المفترجه دي يشفيه ويشفي بنتي ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. يعني اجمل ايام يا جماعه والله. الايام دي ادعوا فيها باللي بتتمنوا، اطمعوا في ربنا وفي كرمه. ادعوا على قد ما تقدروا كل اللي نفسكم فيه. صدقوني بجد ربنا كرمه كبير جدا جدا، وان شاء الله هيستجيب. فحاولوا على قد ما تقدروا بجد، ادعوا كل اللي نفسكم فيه، يعني اي حاجة نفسكم فيها. ويا رب يهدي عيالنا جميعا يا رب كده، ويبعد عنهم اصدقاء السوء، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين، بالذرية الصالحة، اللهم امين. فبص بقى، هنا كنت خلاص خلصت الانتريه. انا على فكرة حسيت ان الحافظة هنا، يعني الحافظة معايا ما شاء الله نظيفة زي ما هي. كنت طبعا غسلاها قبل رمضان،
فما فيش اصلا هرك في الانتريه. حتى العيال في رمضان ما كانش فيه المذاكره برضو قوي، عشان ما اكدبش عليكم، فما كانوش بيقعدوا فيها على قد كده. فبصراحه قلت مش هغسلها، يعني قلت برضه عشان ما تتبهدلش معايا، وانا كمان مش اللاحقه اللي هو يعني يا دوبك بعت اللي هي السجاده الكبيره والبطانيه الكبيره الطبقتين دول اللي بعتهم الدراي كلين، بس الباقي اللي هي الحافظه دي مرضتش ابعتها، يعني هي تقيله جدا برضه، بس انا اللي كنت دعكاها بصراحه غسلها قبل رمضان، فقلت لا حرام هحافظ عليها، فمش هغسلها تاني. انما باقي السجاد والحافظات اللي يعني الحافظه اللي هي النبيتي بتاعت الصلاه اللي هتشوفوها معايا، والحافظه التانية برضو اللي هي البيج، كل دون غسلت، يعني ايه الحمد لله الحمد لله دلوقتي النهارده غسلت كله. فالحمد لله يعني قلت مش يعني مش هغسل، هي بس دي اللي مش هغسلها وهحافظ عليها، فخلاص يعني زي الفل. وهنا بصوا بقى الفانوس ده بقى اكتر حاجة بجد زعلانة عليها ان انا هشيله، يعني خلاص يعني كلها مفيش يعني يوم وهشيله. فالعيال بيقولوا لي لا يا ماما عايزين نسيبه في العيد، عارفين ان هو صعبان عليهم ان هم اصلا كمان يعني ان هو يتشال. فقلت لهم لا هو ده بصراحة مش يعني ايه، قلت لهم خلاص يعني ده في رمضان وكده. قالوا لا بس معلش شيليه يا سيبيه. بصوا المنظر، يعني انا عايزه لكم المنظر كان رهيب، بصوا الروقان والجمال ده. خلاص ان شاء الله بقى كده دلوقتي احنا شلنا الفرش ده كله، بس ان شاء الله بقى الدنيا تخلص كده على خير وامسح وهفرش بقى ويرجع كده المنظر تاني، وزينة رمضان الجميلة اللي بنودعها. يعني انا قلت بقى ايه خلاص اخر فيديو بزينة رمضان، فلازم اصور لكم بالزينة كده. وده هناك كنت حاطه الراديو كده اللي هو مشغلاه على اذاعة القرآن الكريم، بصوا تحفة تحفة. وبالذات يا جماعة البرنامج بتاع بعد العصر اللي هو مع الصائمين ده تحفة بجد، يعني بجد بجد إذاعة ملهاش حل، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتهم، هو تحفة بصراحة. حاولوا على قد ما تقدروا تجيبوا الراديو بجد وتشغلوه على إذاعة القرآن الكريم، جميل جدا وبتستفادوا منه حاجات كتيرة. فالحمد لله. يعني بصوا بقى هنا بقى الفرش بتاع رمضان وعم شكشك والجو ده كله، انا صعبان عليا انا بسجل الفيديو ده يا جماعه، مش عارفه تقريبا حاسه ان انا هعيط. فالحمد لله يعني، بس ان شاء الله ربنا يا رب يعني يرجع لنا رمضان تاني يا رب كده، اعوام واعوام ان شاء الله. بس هنا بصوا بقى خلاص اللي هو ايه يا دوبك بظبط كده الفرش واللي هي المناديل بتاعته كده على الركنه وتمام. وطمنوني كده بقى عليكم، عملتوا ايه في الكحك والبسكويت؟ عملتوه بقى زي ما قلت لكم كده في البيت وتشجعتوا كده وجربتوا، ولا عملتوا جبتوا جاهز ولا ايه؟ انا بصراحة عملت الحمد لله انا وحماتي وسلفتي الحمد لله يعني، ربنا يبارك لنا يا رب فيها كده ويديها الصحة. فطبعا عايزه اقول لكم لا الكيلو، يعني انت الكيلو دقيق لما قبل ما تحط عليه سمنه وسكر ومش عارفه لا بيرمي معاكي بتاع 2 كيلو في بركه. وكفايه فرحه الاولاد بيه، يعني انا بصراحه سنه ما كنتش هعمل، انا عامله مخصوص عشان بس افرح الاولاد، يعني فرحتهم كده بالعجين وان هم يعملوا بالاشكال والحاجات دي بتفرق جدا 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 والله، صدقوني في نفسيتهم وفرحتهم واحساسهم بالعيد، يعني زي ما احنا كنا زمان واحنا صغيرين. فيا كل سنة وانتم طيبين كده، وقولوا لي بقى كده عملتوا ايه، جبتوا جاهز ولا اشتري اسمه دون، ولا عملتوه في البيت كده وجربتوا، يعني كنتوا بتعملوه على طول ولا دي اول سنة تجربوا؟ فبصوا بقى هنا انا خلاص خلصت كده ونفضت البيضات اللي هي بتاعت اللي هي القماش بتاع الخيامية بتاع رمضان كده، ظبطت الركنة وروقتها ونفضتها. وطبعا بقى طول ما انا شايله السجاده الكبيره التهمه دي انا بالنسبه لي مرتاحه، يعني بصوا عايزه اكنس الارض لا تمام هشيل الحافظه كده خفيف خفيف وهنفضها وهكنس الارض وبكنس تحت اللي هي الركنه زي ما انتم شايفين. بصوا المقشه دي تحفه بتخش في اي حته كده، بصوا يعني الوحيده اللي تلاقيها ممكن تخش معاكي تحت كنبه تحت ركنه وتريحك كده وتمام. فاحسن حاجه بصراحه حلوه جدا، يعني انا بصراحه عجباني جدا جدا. لو حد قال لي احسن نوع ماشي، لا بصراحه انصحكم بدي. عفوا. فجيت بعد كده بصوا بقى هنا كنست كده بقى وظبطت الدنيا وقلت ايه وغير هفرش حتى ما لمعتش وقتها، كنت اصلا لسه مسحين قبلها اصلا بيوم لما جينا شلنا البتاع كده عشان نبعتها الدراي كلين السجاده.
وخلاص هفرش بقى الحافظة كده زي ما انتوا شايفين، بخلي الدنيا زي، بصوا هي والله الموضوع كله تشجيع يعني. في ثانية هتلاقي الدنيا والله نطفت معاكم بقت زي الفل. بصوا المنظر بقى عامل ازاي، كان رهيب. وبصوا ما شاء الله بقى، وفرش رمضان اللي بنودعه، كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب كده يجعله عيد سعيد علينا جميعا يا رب، وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.